بنلاقي دايما صعوبة في علاج المرضى اللي عندهم انسداد في شرايين الساقين ومعاها كمان ارتفاع في وظائف الكلى. خلينا نعرف أكتر عن التحديات اللي حضرتك بتقابلها وبتقدر تتعامل معاها إزاي. أول تحدي عندنا لو المريض عنده أنزيمات كلى عالية، هل ينفع يعمل القسطرة ولا في طريقة تانية نقدر نشتغل بيها بأمان؟ بص حضرتك، احنا من اكبر المشاكل اللي بتواجهنا مع مشاكل في العيانين اللي عندهم انسداد في الشرايين ان يكون وظائف الكلى عاليه، لان هو بالتالي ما بيقدرش يعمل تقييم مسبق عن طريق استخدام الاشعه بالصبغه، علشان ده بيأثر على الكلى جدا وبياخد كميات عاليه جدا، بتوصل ان هو بياخد 150 مللي يعني 3 امبولات صبغه، فده بيأذي الكلى جدا حتى لو هي سليمه. طيب في حاجات تانية لو اقدر استخدمها؟ طبعا ممكن استخدم غاز ثاني اكسيد الكربون في عمليه القسطره لو كان العيان اللي هو عنده انسداد في الشرايين بتاعه رجليه او ايا كان مكان جسمه، والانسداد دوت بيتطلب ان انا اتدخل بقسطره عشان في عنده مشكله قويه، بستخدم غاز ثاني اكسيد الكربون. هو غاز امن جدا، بنستخدمه بالحق مكان الصبغه وبيدينا نتائج ممتازه جدا.